صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ ادهم. استاذ محمود، يعني الحقيقه احنا بعد خلاص ما كنا اطمنا ان الجو يعني اتحسن وهنبدا بقى كده نستمتع بالربيع المقبل، بدانا نشعر ببروده شديده الامس واليوم. اخبار الجو النهارده ايه؟ هو طبعا في بروده فعلا في حاله الطقس، خاصه في فترات الليل. النهارده في حاله من حالات عدم الاستقرار بتكون سريعه شويه، في نشاط للرياح على كافه انحاء الجمهوريه اليوم. النشاط ده هيزود احساسنا ببروده الجو وهيؤدي الى اثاره للرمال والاتربه خاصه على جنوب البلاد، من عند شمال الصعيد واحنا نازلين كده لغايه ابو سمبل، وعلى الطرق المؤديه الى جنوب سيناء. الطرق المؤديه الى يعني عدم الاستقرار ده بيتمثل في سقوط امطار يا فندم، ولا في رياح مثيره للرمال والاتربه؟ رياح مثيره للرمال والاتربه في البدايه، وبعد كده هيبقى في سقوط امطار على تنوع يعني. هيمتد هذه الامطار تمتد الى القاهره ان شاء الله ومحافظات الوجه البحري. تمام ان شاء الله. تؤدي ايضا الى اطراف حركه الرياح البحريه